الجزء الأول من مسلسل حصاد الأرواح اتعرفنا على قصة حب هيون وسيول اللي من آلاف السنين، وبسبب قصة حبهم اللي ما كملتش اتحول هيون لحصاد أرواح محبوس تحت الأرض بيتم الإفراج عنه كل 99 سنة لمدة 99 يوم علشان يبحث عن حبيبته وتتفك لعنته. وبنتعرف في وقتنا الحالي على جول الدكتورة اللي بتترفد من شغلها، ووقت ما كانت هتقع وتموت بيظهر شخص مجهول فجأة وبينقذها وبعدها بيختفي، وبيقع منه خاتم وبتبحث عنه جول لحد ما بتلاقيه صدفة دكتور في المستشفى الجديدة اللي اشتغلت فيها، وبتعرف ان اسمه دو وانه السبب في تعيينها في المستشفى الجديدة لانها عارفة سر خطير وهو اسم المتسبب في موت مريضة كانت في عملية في المستشفى، وبيطلب منها تيجي معاه تاني يوم للمحكمة وتشهد. لكن تاني يوم لما بتروح له جول بتتصدم بدو بيقع من البلكونة، لكنه بعد لحظات بيفوق ويتحرك طبيعي لكنه مش بيكون فاكرها، وبنعرف ان روح الكوكدو رجعت في جسم دو، ولما بيختفي دو بتبحث عنه جول لحد ما بتلاقيه، وبيلاحظ كوكدو ان جول ليها تأثير قوي عليه وبيعرف انها سول حبيبته في الماضي وبيحاول يقرب منها بأي شكل، وبيمثل انه دو لكنه فاقد الذاكرة لحد ما في يوم بتعترف له جول انها بتتمنى ترجع له الذاكرة، ولما بيعترف لها دو انه شخص تاني بروح تانية في جسم دو اسمه كوكدو بتتمنى جول ان كوكدو يمشي من جسم دو، وفجأة بتلاقي كوكدو بيقع على الأرض وبنشوف أمنية جول بتتحقق وروح كوكدو رجعت للعالم السفلي. ولو عايزين تعرفوا تفاصيل أكتر تقدروا تشوفوا الجزء الأول الموجود على القناة، وبيبدأ الجزء التاني مع جول وهي بتعيط وبتحاول تنعش قلب كوكدو اللي توقف، وهي بتتمنى إنه يرجع للحياة تاني، ولما بتتمنى إنه يرجع بيسمع كوكدو أمنيتها وبيرجع تاني لجسم دو لكنه بيكون باين عليه التعب. بتفضل جول تعيط لأنها بتكون حاسة بالذنب وإنها السبب في اللي حصل له، وبتحاول تقتنع إن دو وكوكدو فعلا شخصين مختلفين، وبيخليها كوكدو توعده إنها ما تتمناش إنه يمشي تاني، وده لأنه فعلا ممكن يرجع للعالم السفلي ولكن المرة دي للأبد. وبتاخده جول للمستشفى علشان تطمن عليه وتعمل له فحوصات، وبيجي أوكشين مساعد كوكدو وبتعرفه جول لأنه مشهور في الأرض، لكن كوكدو بيحطه في مشكلة لما بيمثل إنه أخوه، وأوكشين بيتبرى منه، لكن جول بترفض إنه كوكدو يمشي من المستشفى قبل ما يكمل الفحوصات وبتأمره ينام، وفعلا بيسمع كلامها كالعادة. وتاني يوم بيتكلم كوكدو مع مساعدينه في طريقة يخلي بيها جول تحبه، فبيقول له أوكشين إنه يمثل إن الذاكرة رجعت لدو لأنه جول كده كانت معجبة بيه، وبيمثل كوكدو إن الفكرة مش عجباه، لكنه بعدها بينتقل لبيت دو علشان يقرأ مذكراته ويعرف عنه أكتر، وبعدها بيروح لجول اللي بيكون باين عليها إنها متضايقة لأن ما بقاش حد بيجي لها المستشفى، وبتقول لجاكشين تحضر المنشورات الجديدة وبتاخدها علشان توزعها في المدينة، وبيروح كوكدو علشان يساعدها. بتستغرب منه جول لكنه بيقول لها إنه بقى حبيبها ولازم يساعدها، فبتتعصب جول وبتقول له إنها قالت إنه حبيبها لأنها كانت في موقف محرج بسبب شخص معين، وبيفتكر وقتها اللي كانوا موجودين في العيادة لحد ما بيفتكر دونج وبيعرف إنها بتتكلم عنه فبيغير، وبيروحوا لأصحاب المطعم علشان يوزعوا عندهم المنشورات، وهناك بتسألهم صاحبة المطعم عن الميعاد اللي هيتجوزوا فيه، لكن جيونج بتوصل وبتسمع اللي بيتقال وبتتهم جول إنها استغلت فقدان دو للذاكرة وسرقته منها. وقتها بيمثل كوكدو إن الذاكرة رجعت له وإنه افتكر إن هي اللي طلبت منه الانفصال، وبيكون كوكدو عرف المعلومات دي من مذكرات دو، فبتتحرج جيونج وبتتفاجئ إنه افتكر وبتمشي، وبتفرح جول لما بتعرف إن الذاكرة رجعت لدو وبتطلب منه يجي يشتغل معاها في المستشفى. وقتها بيتضايق كوكدو لأنه ما حسش إن جول حزنت على كوكدو لكنها فرحت برجوع دو فبيسيبها وبيمشي، لكن جاكشين بتقوله إن دي فرصته علشان يقرب من جول وإنها طالما عرضت عليه إنه يشتغل معاها كدكتور يوافق، وفعلا بيوافق كوكدو وبيروح تاني يوم علشان يشتغل مع جول وبيكون مبسوط بمنصبه الجديد، لحد ما بتيجي جيونج وبتطلب من دو إنهم يتقابلوا بعيد عن جول، وده لأنها لسه مش واثقة إن الذاكرة رجعت له، وبتوعده إنها لو اكتشفت إن الذاكرة رجعت له هتبعد عنه هتسيبه لجول وكمان هتعتذر لها على كل اللي عملته معاها. وبيرجع كوكدو البيت وهو مش عارف يعمل إيه، فبيجيب له أوكجين كل مذكرات دو وبيخليه يقعد يحفظها طول الليل علشان يعرف معلومات أكتر عن دو. تاني يوم لما بيتقابلوا بيبان إنه كوكدو متقمص دور دو جدا وفاكر كل حاجة، ومهما حاول جيونج توقعه بيفلت منها لأن دو بيكون كاتب كل حاجة عنه وعن حياته في مذكراته. وهم
ماشيين في الشارع بيشوفوا واحدة مريضة وبتستغل جيونج الفرصة وبتقول لدو يفحصها. وقتها بيتوتر دو لكنه بيقرب علشان يفحصها، وفعلا بيفحصها باحترافية وبيعرفها بالمرض اللي عندها وبيطلب لها الإسعاف. وبنعرف إن أوكجين بيراقبه وإنه هو اللي ساعده يعرف التشخيص بعد ما استعان بدكتور. أما دونج فبيكون بيبحث عن دو حبيب جول الجديد على الإنترنت وبيعرف إنه فعلا مشهور زي ما قالت. وبيجي بارك وبيشوفه وبيبحث عن دو وبيتصدم وبيسأله يعرفه منين. وبيعرف دونج إن ده الدكتور اللي بارك بيبحث عنه لأنه عارف الشخص اللي ورا موت الضحية في المستشفى. لكن بيحبطه دونج لما بيقوله إن دو فقد الذاكرة، وبيصمم بارك إنه يروح يقابله. وبيروح لعيادة جول اللي بتتعرف عليه وبيقول لها إنه محتاج يقابل دو ضروري لأنه عارف الحادثة اللي حصلت له وإنها كانت مدبرة مش مجرد حادثة انتحار. فبتقول له جول إنها هتبقى تقول لدو وهتخليه يزوره وبتطمنه إن دو رجعت له الذاكرة. وبتتصل بجول وبتعرف إنه في المستشفى فبتروح له على هناك. وقتها بتكون جيونج اتأكدت إن دو رجعت له الذاكرة وفعلا مش عايزها، وبتتأسف له وبتسيبه وبتمشي. وبتوصل لجول وبتلاقيه بيهتم بالطفل اللي أمه مريضة وبتقوله إن بارك عايز يقابله. وقتها بيتوتر كوكدو لأن ما كانش فيه أي معلومات عن بارك في مذكرات دو، وبيتحجج إن الولد موجود وإنه ما ينفعش يتكلم قدامه. ولما بيجي أبو الولد علشان ياخده ويطمن على مراته بتروح جول معاه وبتتفاجئ إن المريضة حالتها بتسوء فبتنقذها وبتعرف إن عندها تسمم حمل. وبتطلب من الممرض يبلغ الدكاترة بالعملية وهي هتنقلها لأوضة العمليات. لكن بيهجم واحد سكران على المستشفى وبيهددهم إنه هيحرقها، وده بيسبب فوضى في المستشفى ومفيش أي دكتور بيروح لهم. وبتعرف بعدها إن حصل حريق في المستشفى وبترفض إنها تمشي وتسيب المريضة وابنها يموتوا. وبتطلب من دو إنه هو اللي ينفذ العملية. فبيتوتر دو وبتتأكد جول إن الذاكرة ما رجعتلوش، خاصة إنه ما افتكرش بارك. وبتفضل تترجى فيه وبتتمنى إن الذاكرة ترجع له وإنه يرجع الدكتور دو. وفجأة بيغمى عليه وبيقع على الأرض وبتتخض جول وبتفضل تفوق فيه لحد ما بيفوق تاني، ولكن المرة دي وهو مش فاكر أي حاجة. وآخر حاجة بيفتكرها يوم المحكمة لما بيدخل له واحد مجهول بيحقنه بمادة مخدرة. وبيفوق دو هو بيسأل هو فين، ولما بيقوم وبيشوف مريضة في أوضة العمليات بيستغرب إن مفيش حد عندها وبيسأل فين الدكاترة، وبيقرر إنه هو اللي يعمل لها العملية بنفسه. وقتها بتتأكد جول إن الذاكرة رجعت لدو خاصة بسبب تغييره المفاجئ، وبتدخل معاه العملية وبتساعده وبينقذوا حياة الطفل والأم. وبعد العملية بيلوم دو الدكاترة لأنه بيكون فاكر نفسه لسه دكتور في المستشفى، ولكن جون بتلحقه بسرعة وبتاخده بعيد وبتقوله إنه كان فاقد الذاكرة. ولما بيبص في التاريخ بيتفاجئ إن 40 يوم عدوا عليه وهو مش فاكر فيهم أي حاجة. ووقتها بيكون كوكدو رجع للعالم السفلي وبيكون عاجز ومصدوم ومش عارف إزاي يرجع تاني لجول، وبيكون معاه مساعدينه اللي بيحاولوا يفكروا معاه في حل. لكن كوكدو بيقوله إنه خلاص مش باقي عليه غير 7 أيام، ولو ما رجعش فيهم لجسم دو هيستنى 99 سنة كمان علشان يرجع يبحث عن حبيبته من تاني. وبينهار وبيرجع دو مع جول على المستشفى الخاصة بيها وبيكون مستغربها. فبتقوله جول إنه هو اللي اشتراها بفلوسه، وطبعا دو مش بيكون فاكر أي حاجة. وبتقوله على العلاقة اللي بينه وبين أوكشين رجل الأعمال المشهور وإنه من عيلته، لكن طبعا دو مش بيصدق. وبتتعامل معاه جول بطبيعتها زي ما كانت بتتعامل مع كوكدو، لكن دو بيكون مستغربها وبيطلب منها تخلي حدود بينهم. وقتها بتحس جول فعلا بالفرق بينه وبين كوكدو. وتاني يوم بتحط جاكشين مراية سحرية في العيادة بتسمح لكوكدو إنه يشوف اللي بيحصل في العيادة لكن بدون ما يقدر يتواصل مع العالم الخارجي. وبيدخل دو وبيشوفها وبيقول لها إنه فاكر إنه شافها قبل كده. فبتتصدم جاكشين لأن دو فاكرها لما عدت عليه هي وأوكشين قبل ما يموت. وبتيجي جول العيادة وبيقول لها دو إنه لازم يتكلم مع جيونج. فبتقول له جول إنه انفصل عن جيونج وإنه حتى طلب إنه يرتبط بيها هي. وبيقول لها دو إنه مش فاكر أي حاجة من اللي بتقولها وبيسيبها وبيمشي. وهو بيتصل على جيونج وبيقول لها إن في حاجات غريبة بتحصل معاه وإنه لازم يقابلها. وبيعدي على أصحاب المطعم بيعاملهم بقسوة وجفاء على عكس اللي كانوا متوقعينه منه. وفي الوقت ده بيوصل الضابط تشول لجيونج وبيقول لها إنه مطلوب القبض على دو لأنه ثبت وجوده في مكان جريمة من الجرائم الغريبة اللي حصلت في المدينة من قريب، وإنها لازم تقول مكانه وإلا هتكون مشتركة معاه في الجريمة. وقبل ما تنطق بتلاقي دو وصل وفعلا بيعتقلوا تشول وبيواجهوا بجريمته، لكن دو بيكون منهار تماما ومش فاكر أي حاجة من اللي بتتقال.
بتتقال وبتتعرض قدامه. واخر حاجة افتكرها هو انه شاف نفسه في طريق صحراء وبيقابل امه هناك، وقبل ما يلمسها بيسمع صوت جول بتترجاه يرجع، وبعدها بيفوق يلاقي نفسه في المستشفى. وفجأة بيقوم وبيطلب منهم يتصل على اوكشين اللي فعلا بيبعت محامي بيخرجه بعد كده. وبعد ما بيثبت ان كاميرات المراقبة في شارع تاني وبعيد عن مكان الجريمة ب25 كيلو متر صورت دو وهو بيلعب مع كلب بعد الجريمة بدقيقة، ومستحيل يقدر يتحرك المسافة دي كلها في دقيقة. وبعد ما بيطلع دو بيروح لأوكشين وبيقول له انه عرف الحقيقة وانه فعلا مات، واللي اخد جسمه كانت روح الكوكدو، زي ما هو متأكد انه هو جاكشين مش بشريين بسبب صوت الأجراس اللي بيسمعه اول ما بيقرب منهم. وبيروح دو لمستشفى جول وبيشوف المراية وبيعرف انها حلقة وصل بين العالمين للكوكدو، وبيكلمه فيها وبيقوله انه ما كانش حاسس بمعنى الحياة لكنه دلوقتي حاسس جدا بمعناها، وانه هيعمل كل اللي في مقدرته علشان يعيش اطول وقت، وانه هيخلي جول تقع في حبه لانها الوحيدة اللي قادرة تخليه يعيش. وبيستفز كوكدو بالكلام اللي بيكون في قمة غضبه ومش عارف يتصرف. تاني يوم بتروح جول للمستشفى وبتلاقي دو غير المكتب، وبتتضايق لان كوكدو كان بيحب المكتب القديم لكنها بتفكر ان الاتنين نفس الشخص فبتسكت. وبيحاول دو يكون لطيف معاها وبيعدوا على المطعم، واول ما بيشوفوا اصحاب المطعم ده بيطردوه. وبتفهم جول انه عاملهم بقسوة لما طلبوا منه يفحصهم، وعشان يكسب ود جول بيقول لهم انه هيعمل لهم كل الفحوصات والتحاليل اللي على حسابه. وبيكون كوكدو شايف اللي بيحصل في المراية ومتعصب لحد ما بيجي الليل وبيروح بارك لدو، واول ما بيشوفه بيسأله عن قائمة الاسماء المتورطة في قتل الضحية، والسبب مجهول بيرفض دو انه يعترف بل بينفي انه يعرفهم، وبيقول انه اخطأ في القائمة. وده بيعصب بارك لان حياته اتدمرت بسبب دو. وبيكون تشونج جاسوس مدير المستشفى سامع المحادثة وشايفها. وتاني يوم بتعرف جول من ديونج ان بارك مختفي، فبتطلب من دو انه يبحث عنه لكنه بيرفض. وبتفتكر دو ان كوكدو بحث عنه مرة علشانها، وبتخطر فكرة في بال جاكشين. وتاني يوم بتروح تدي لجول ساعة ذكية وبتقول لها انها ممكن تحميها لو اي حد تعرض لها. ولما بتسألها عن كلمة السر بتقول لها ان كلمة السر هي عد من فضلك يا كوكدو. وبالليل بيتسلل المجرم للمستشفى وبيفتش فيها في نفس الوقت اللي بتكون فيه جول راجعة للمستشفى، وبيشوف كوكدو المجرم في المراية وجول داخلة المستشفى وبيصرخ فيها انها تنادي عليه علشان ينقذها على امل انها تسمعه. ولكن المجرم بيكون وصل لجول وكتفها. وقتها بتحاول جول تشغل الساعة وكوكدو بيكون واقف مستنيها بفارغ الصبر تنادي عليه. ولكن فجأة بيظهر دو وبيبعد المجرم عنها، وبتتفاجئ انها العاملة في المطعم وانها كانت جاية تبحث عن نتيجة التحاليل لانها مش بتكون عايزة اصحاب المطعم يعرفوا انها مريضة والا هيطردوها. وبعد ما بتهدى جول بيتكلم معاها دو وبتعرف انه كان بيراقبها علشان يحميها لانها كانت خايفة بعد اختفاء بارك. وبيعترف لها دو انه ممكن يكون مريض بالانفصام، وده لانه مش فاكر اي حاجة عن كوكدو وحتى انهم بذكريات وذاكرة مختلفة. وبيقول لها ان لو كوكدو ظهر تاني لازم تعرف انه مش حقيقي وتحاول تساعده، وده علشان يخليها ما تتعلقش بكوكدو تاني. لكن جول بتكون حزينة طول اليوم بسبب اللي سمعته لانها بتكون اتعلقت بكوكدو اكتر من دو. ولما بيرجع دو للمستشفى بيشوف جاكشين بتاخد المراية وبتقوله ان ما بقاش ليها اي لازمة لانه كده كده هيموت بكرة عشان عدى على موته الاصلي 49 يوم ولازم الجثة تتحلل. وبتطلب منه يوهب جسمه لكوكدو بما انه كده كده هيموت، لكن بيرفض. تاني يوم بيحس دو بدوخة قوية وبيفتكر كلام جاكشين لكنه بيكون مصمم انه يعيش. وبيروح لجول وبيطلب منها تروح معاه مشوار، لكن في نفس الوقت بيوصل اتصال لجول انهم لقوا مكتب كوكدو اللي بتبحث عنه، فبتعتذر من دو وبتقوله انها مش مقتنعة ان عنده انفصام وانما هي حاسة انه هو وكوكدو شخصين مختلفين تماما، وبتسيبه وبتمشي. وبيكمل دو في طريقه وبيرجع يحس بالدوخة من تاني، وفجأة بيفقد الوعي وبيعمل حادثة كبيرة على الطريق. ومن بعيد بنشوف تشونج وهو بيتفرج على دو وبنعرف ان هو السبب ورا حادثة دو. وبتوصل الاسعاف وبتنقل دو بعد ما بيتأكدوا انه مات وقلبه توقف. لكن فجأة بتبدأ الدنيا تمطر تلج وبيفوق كوكدو وبيرجع في جسم دو من تاني. واول حاجة بيعملها بيخنق عامل الاسعاف لكنه بيسيبه قبل ما يموت ويختفي. وكل ده بيحصل قدام عين تشونج المصدوم. وبيروح كوكدو لجول واول ما بيشوفها بيحضنها وبتحس جول باختلافه لدرجة ان قلبها بيدق بسرعة. ولما بيتكلم معاها بتشوف الفرق بين طريقة كلامه وطريقة دو. ولما بتسأله لو كان الكوكدو بينفي وبيقول لها انه
دو، لأنه بيكون خايف ألا ترجعه للعالم السفلي من تاني. فبتقوله جول إنها مش عايزة تشوفه تاني أو حتى تبقى حبيبته، وإنه لازم يتعالج من الانفصام. فبيروح كوكدو لمساعدينه في البيت اللي بيتصدموا إنه رجع من تاني، وبيخلوهم يفهموه أكتر عن الانفصام اللي قالت عنه جول. وبيكون كوكدو مش فاهم إيه الكلام اللي قالوا ليها دو قبل ما يموت، وبيقعد يفكر طول الليل. وبيقول تشونج كل اللي شافه لمدير المستشفى، وكمان بيوريه التسجيلات اللي تبين إن دو أكيد مش بشري. لكن المدير بيكون مش مصدق لدرجة إنه بيدي لتشونج أجازة. وفي الوقت ده بتكون جيونج قاعدة مع تشول بتسأله عن الطريقة اللي طلع بيها دو من جريمة القتل. فبيقول لها إنه أثبت إنه مش المجرم، وبيسألها لو كانت عارفة أهل دو الأصليين لأنه متأكد إنه مش بشري. فبتسخر منه وبتكون هتسيبه وتمشي، لكن بتجيلها رسالة تهديد وبتعرف إن حد مراقبها. ولما بتبص برا المطعم بتشوف تشونج، فبتخاف وبتطلب من تشول يوصلها، وبتقوله إنها في خطر، وبتطلب منها إنها تشترك معاه في إيجار البيت وتعيش معاه ويحميها، في مقابل إنها هتجاوبه على كل الأسئلة الخاصة بدو. وبيجي لجول اتصال من المستشفى، ولما بتروح بيسلموها شنطة دو اللي نساها في الإسعاف. وبتتفاجئ لما بتعرف إن دو عمل حادثة قوية لدرجة إن قلبه توقف، لكن بعدها رجع للحياة. وأول حاجة عملها خنق عامل الإسعاف. وبتفتكر جو نفس اللي حصل في أول مرة قابلت فيها كوكدو، وبتعرف إنه كوكدو رجع، وبتروح تعرفه الحقيقة وهي مبسوطة. وبتسأله ليه خبى عنها، فبيقول لها لأنها بكلامه بتقتله من تاني. وبتفتكر جول إنه بسببها كوكدو اختفى مرتين. بتتأسف له وبيسألها كوكدو لو كانت معجبة بيه، فبتتوتر وما بتعرفش ترد. لكن كوكدو بيترجم ده إنه رفض، وبيمشي وهو محرج. وفي يوم بنشوف عربية بارك في مكان مهجور، ولما بيفتحها بيشوف بارك مقتول فيها، وجنبه رسالة علشان تبين إنه كان انتحار. لكن كوكدو بيكون عارف إنه مقتول، وبيفتكر آخر مرة شاف فيها بارك ودو بيتكلموا. وبيروح للمستشفى وفعلا بيقدر يلاقي أجهزة التصنت والكاميرات، وبيعرف إنه مدير المستشفى هو اللي ورا موته. وعلشان كده بيروح لكوكدو، وقتها بيتأكد المدير إن كلام تشونج كان صح، وبيخنقه كوكدو. وقبل ما يقتله بتدخل جول بتصرخ فيه إنه يسيبه، فبيسيبه كوكدو بدون إرادة منه. وبيقول لها المدير إن حالة دو صعبة وإنه لازم يتعالج وإلا هيبلغ عنه. وبيبص لكوكدو بانتصار وكأنه متفوق عليه. فبتاخده جول وبتخرج من المستشفى. ولما بيسألها عن السبب اللي خلاها تيجي بتقوله إن مدير المستشفى عرض عليها الشغل فيها من تاني، وبتطلب من كوكدو إنه يتعالج. لكن كوكدو بيرفض. فبتقوله جول إنه لازم يعمل كده علشانها وعشان تطمن إنه هيفضل معاها وقت أطول ومش هيسيبها تاني. وبتعترف له بحبها، وقبل ما تكمل الاعتراف بيمنعها كوكدو، وفجأة بيغمى عليها. فبياخدها كوكدو لبيتها، وتاني يوم بتصحى تلاقي كوكدو جنبها، وبتسأله عن اللي حصل امبارح. فبيقول لها إنها أغمى عليها بسبب الزعيق، ومش بيجيب سيرة إنها اعترفت له بحبها لأنه بيفكرها ناسية. وبتستغرب جول إنه ما جابش سيرة اعترافها. وبتسمع صوت أخوها بيخبط على الباب، فبتترعب إنه يدخل ويشوف كوكدو. لكن كوكدو بيقدر يهرب قبل ما يشوف تشول. وبيتصل كوكدو بمدير المستشفى وبيقول له إنه هينتقم منه، وبداية الانتقام اللي هيبعتها ليه دلوقتي. وبيخرج المدير بيلاقي كل الصحافة بتتكلم عن انتحار بارك والرسالة اللي معاه، واللي بتدين المستشفى بالتلاعب في حياة البشر. وبيكون كوكدو قدر إنه يزور رسالة تانية بنفس خط بارك. وبعدها بيروح لجول وبيعرض عليها إنهم يعيشوا سوا. وبتستغرب جول من طلبه، وبتأمره يجاوب بصراحة ليه عايز يعيشوا سوا برغم إنه تجاهل اعترافها امبارح. فبيتصدم كوكدو لما بيعرف إنها فاكرة، وبدون إرادة منه بيقول الحقيقة، وهي إنه ما كانش عايزها تعترف دلوقتي. وده اللي بتشوفه جول رفض لمشاعرها، وبتطرده من المستشفى. وبنشوف جيونج اللي بتكون قاعدة مستنية مقابلة تشول. ولما بيجي تشول بيسمع صوت جيونج بتزعق، وبيحسب إن حد بيعتدي عليها. فبيدخل بسرعة يضربه من غير ما يعرف إنه مديرها، وعشان كده بيعمل له محضر. وبتتهدد وظيفة تشول، وبيساومها المدير إنه يطلع تشول من السجن مقابل إنها تقبل عرض توظيف بسعر أقل، لكنها بترفض وبتسيبه وبتمشي. ولكن بعدها بتحس بالذنب، فبتروح تقابل المدير وبتهدده إنه لو ما تنزلش عن القضية هتقدم شكوى فيه بسبب سوء معاملته ومعاها التسجيلات. فبيخاف المدير وبيوافق. أما جول بتاخد كوكدو للدكتور النفسي بالرغم إنها بتكون متضايقة منه. ولما بيحاول الدكتور يعمل لكوكدو تمويم مغناطيسي بيفشل بسبب قوة الطاقة عنده. فبتقرر جول تجرب على نفسها علشان كوكدو يقلدها، وفعلا بتنام مغناطيسيا. وبيسألها كوكدو عن السبب اللي مخليها مش موافقة يعيشوا سوا،
سوا، فبتقوله لانه مش معجب بيها، لكن كوكدو بيقول لها انه معجب بيها، فبتقوله جول انه كل اللي اعجبوا بيها كان لمصلحة ليهم، ووقت ما بيقربوا منها بيحسوا انها مش كفاية ليهم، وبتقوله انها خايفة انهم لما يعيشوا سوا يمل منها ويبعد عنها. وبيعرف كوكدو مخاوفها وبيطلب من الدكتور ان يحمي كل المحادثة دي من ذاكرتها، وفعلا بتفوق جول مش فاكرة اي حاجة. ولما بينزلوا من عند الدكتور بيكتشفوا ان في صحفيين كتير حواليهم، وبيتصل بيه المدير وبيقوله انه هيخلي الصحفيين تمشي وراه في كل مكان علشان يكون مقيد. فبيتريق كوكدو على طريقة انتقامه، وبعدها بيضطر يسافر مع اوكشين لسول. وبتعرف جول من على النت وبتتضايق لانها بتفكر ان كوكدو مشى من غير ما حتى يودعها، ولكن كوكدو بيكون في دماغه خطة وبيستغل الصحفيين اللي حواليه في كل مكان، وبيمثل انه بيتخانق مع اوكشين وبيعيط، والخبر بينتشر في كل مكان. وبتعرف جول انه راح على المستشفى، ولما بتروح تزوره بيقول لها كوكدو ان حالته مش كويسة، وده لانه رجع يسمع الاصوات في ودنه تاني، وانه حاسس دايما انه مش عارف يعيش من غيرها، وانه بيبقى كامل بيها، وعشان كده بيطلب منها انها تعيش معاه. وبتتأثر جول بكلامه وبتوافق، لكنها بتوافق تعيش معاه بشروط، وانه كل واحد منهم لازم يكتب شروط يوافق عليها الطرف التاني. في نفس الوقت اللي بتوصل فيه الشرطة للمستشفى لمريض بيكون شاهد على آخر عملية قتل عملها كوكدو، وشافه وعرف ملامحه بكل وضوح. وبيتكلم الرئيس مع تشول وبيكلفه بالمهمة، وبيقوله انه لازم يهتم بالمريض لانه الوحيد اللي عارف القاتل المتسلسل. وبيتنقل كوكدو لبيت جديد في سول، واثناء النقل بيلاقي واحد من الموظفين القائمة اللي وقعت من مذكرة دو، وبيسلمها لكوكدو. ولما بيشوفها بيعرف اللي فيها، بيقرر يخلي الامر سري لحد ما يعرف كل ضحية في القائمة ايه سبب موتها. وبتنتقل جول علشان تعيش مع كوكدو، وبيتفق الاتنين على الشروط، لكن من ضمن شروط كوكدو انه يتعرف على اخوها، وده اللي بتكون رافضاه لانها عارفة ان اخوها بيكرهه وهيرفض ارتباطهم، لكن كوكدو بيصمم انه يتعرف عليه. في نفس الوقت اللي بيروح تشول يقابل جونج وبيتأسف لها على اخر موقف عمله، وبيتمشوا سوا. وبعد ما بيوصلها بنشوف تشونج وهو رايح يقابلها، وبنعرف انه ابوها، وانها برغم انها بتتبرى منه الا انه بيهددها توفر له فلوس والا هيفضحها، وده اللي بيخوفها وبيخليها تعيط. وبيكون تشول شايف كل اللي بيحصل، وبعد تفكير بتقرر جول انها توافق تعرف كوكدو على اخوها، وفعلا بيروحوا علشان يتقابلوا. لكن لما بيشوفوا تشول بيتعصب وبيقول لها انها مرتبطة بمجرم، وبيكون كوكدو مش عارف هو بيتكلم عن ايه، لكنه بيقول له انه كان مصاب بفقدان الذاكرة من قريب وانه مش فاكر انهم اتقابلوا. وبتأكد جول على كلامه اللي بياخدها اخوها من المكان وبيمشوا. وبيقدر يعرف اوكشين طريقة موت كل واحد في القايمة، وبيبان انها بالرغم من انهم حاولوا يخلوها طرق موت عادية الا انها مدبرة. فبيقرر كوكدو انه يفضحهم، وبيروح يقف قدام المستشفى وبيقول للصحافة ان المستشفى كان ليها يد في موت امه، فبتستدعي الشرطة للتحقيق في القضية. في نفس الوقت اللي بيفوق فيه المريض والشاهد الوحيد، وبيكون تشول مش واثق في اي دكتور يساعده، عشان كده بيطلب المساعدة من اخته اللي بتوافق تهتم بالمريض، وبتطلع معاه من المستشفى على مركز الشرطة يقول شهادته. وهناك بياخد تشول المريض علشان يتعرف على كوكدو لانه بيكون شاكك فيه. ولما بيشوفوا المريض وقبل ما يتكلم بتمنعه جول، وبتقوله انه في حالة ما تسمحش ليه يتكلم. فبيحذرها تشول من كوكدو، وبيقول لها انه شاكك انه بنسبة كبيرة يكون القاتل. وبيوريها كاميرات المراقبة وهي بتصور كوكدو بيختفي بشكل غريب، لكن جول مش بتصدقه. وبالرغم من انها بتكذبه الا انها بتفضل طول الليل تفكر في المواقف الغريبة اللي كانت بتحصل معاها ومع كوكدو، واختفائه اول مرة قابلته فيه. وبتشوف دولاب غريب في البيت وبتقرر تفتحه، وهي بتبحث فيه عن اي اسلحة يمكن تدين كوكدو، ولكن الدولاب بيكون فيه مراية سحرية بيراقبها كوكدو منها. وتاني يوم بتعلن الشرطة في مؤتمر صحفي عن هوية القاتل المتسلسل بعد ما بتقدر تقبض عليه من شهادة المريض. واللي بنعرف ان يوم الحادثة صور له كوكدو انه شخص تاني علشان ما يقدرش يتعرف على حقيقته. وقتها بترتاح جول لما بتعرف ان كوكدو بريء، وبيتضايق منها كوكدو لما بيعرف انها كانت شاكة فيه وبيسيبها وبيمشي. فبتروح جول تتخانق مع تشول انه شك في كوكدو وخلاها تشك فيه، وبيقول لها تشول انه هيصلح الغلطة ويعتذر من كوكدو. وبالليل بيتقابل تشوي مع جونج، والمرة دي بيعترف لها انه معجب بيها، وبيبان ان جونج كمان معجبة بيه. وتاني يوم بيتقابل دونج مع جول وكوكدو، وبيعترف لهم انه كان يعرف ام دو، وانه قابلها مرة في المستشفى وساعدها في كتابة الاستمارة، وما كانتش بتشتكي من مرض خطير، لكن ما قدرش انه يقول الحقيقة لان
إن مدير المستشفى مهدده، وبيكون مدير المستشفى سامع كل كلامه من جهاز التصنت اللي في تليفون دونج وبيراقبوا بيه. وبتعتذر جول من كوجدو على شكها فيه، فبيقبل أسفها وبيقول لها إن تشول اتصل بيه وعزمه علشان يعتذر منه. فبتقول له جول إنها وراها مشوار مهم وبعدها هتروح لهم على هناك. وبتروح جول المستشفى اللي كان فيها المريض علشان تقابل تشول. وفي الجراج بتخبط في تشونج اللي بيكون متنكر في هيئة دكتور وبيستغل انشغالها وبيحط منوم في قهوتها. وبتروح جول تقابل أخوها وبتقوله على اسم الدكتور اللي خبطت فيه. ولما بترجع تستناه في الجراج بيبدأ مفعول المخدر يبان وبتفقد الوعي. وقبل ما يغمى عليها بتبص لتشونج كويس وبتعرف إنه نفس الشخص اللي حاول يقتلها من فوق المنارة. وبعدها بيغمى عليها. وبالصدفة بيسأل تشول على اسم الدكتور اللي عارفه من أخته وبيعرف إن مفيش دكتور بالاسم ده في المستشفى. وهنا بيحس إن أخته في خطر وبيطلع يجري ورا العربية اللي بيشوفها مخطوفة فيها وبيتصل بكوجدو يساعده. وبيستنوا تشونج على الطريق وبيحاصروه. وبعد ما بيقف بالعربية بيجري كوجدو على جول وبياخدها وبيختفوا. أما تشول فبيحاصر تشونج ولكنه فجأة بيحس بدوخة وده بسبب إنه شرب من قهوة جول وبيغمى عليه قبل ما يمسك تشونج اللي بيهرب. أما كوجدو فبيقرر إنه مش هيمررها بالساهل على مدير المستشفى وفعلا بيتصل بيه وهو في مكتبه وبيقوله إن هينتقم منه بقوة. وبعدها بيروح كوجدو مع جول اللي فاقت علشان تطمن على أخوها. وبتكون جول خايفة ومنهارة على أخوها وبتخاف تخسره وده بيخلي كوجدو يفكر في اللي ممكن يحصل لها لما يختفي. وبيقترح عليه مساعدينه إنه يحاول يمهد لها إنه ممكن يختفي. ولما بيروح كوجدو يكلمها ما بيقدرش يعترف لها فبيسكت. وتاني يوم بتتكلم كل الأخبار عن المستشفى الفاسدة اللي بيستخدمها مديرها في أعمال غير مشروعة. وبتيجي الشرطة وبتشمع المكان وبيعرف المدير إن ده انتقام كوجدو ليه. وبيكون مدير المستشفى مكلف شخص يقتل دونج فبيحط له مخدر في العصير. ولما بيشربوا دونج وبينزل يسبح بيحس إنه دايخ وبيغمى عليه في المية. وفجأة بشكل غامض بيلاقي كوجدو نفسه عند دونج وأول ما بيشوفه بينقذه بيطلعه من المية وبيفوقه. ولما بيفوق دونج بينادي على كوجدو باسمه في حياته القديمة وبيعرف كوجدو إن دونج يبقى أخوه في حياته القديمة وعشان كده بياخده معاه للبيت وبيرفض يسيبه لوحده تاني. ولما بتروح جول لأوضة كوجدو بتسمعهم بيتكلموا على اختفاء كوجدو اللي هيبقى بعد 20 يوم. فبتتصدم جول وبتطلب من كوجدو إنه يكذب اللي بيقوله لكن بيسكت. فبتعرف إن عندهم حق فبتسيب البيت وبتمشي وهي منهارة وبترجع بيتها اللي بيكون فيه تشول مع جونج. وأول لما بيحس بوجود جول بيخبي جوينج في أوضته. وتاني يوم بترجع جول على بيت كوجدو وبتبحث عنه ومش بتلاقيه فبتخاف لا يكون فعلا اختفى وبتبحث في كل مكان لحد ما بتلاقيه قدامها فبتجري عليه بفرحة لدرجة إنه بيختل توازنها وبتقع. فبيلحقها كوجدو وبياخدها معاه لمحل المجوهرات قديمة وهناك بيعترف لها إنه مش عايز يسيبها وهيعمل كل اللي في إيده علشان ما يسيبهاش وبيعرض عليها الجواز. فبتوافق جول وبتلبس الخاتم وبيروح كوجدو لمساعدينه وبيقول لهم إنه مش هيرجع للعالم السفلي مهما كلفوا الثمن. وبيجي رسالة لكوجدو ولما بتشوفها جول بتتصدم لما بتلاقي أخوها مخطوف ومع الصورة رسالة تهديد لكوجدو. فبتقدر جول إنها تحدد مكان تشول بجهاز التتبع وبتصمم تروح معاه تنقذ أخوها. ولما بيوصلوا للمكان بيشوفوا آثار دم عند التلاجة لكن لما بيفتحوها بيطلع إنه فخ وإنها قنبلة بتنفجر فيهم. فبيحميها كوجدو بسرعة وبيختفوا من المكان. ولما جول بتفتح عينيها بتلاقي نفسها في الشارع فبتتصدم إزاي وصلت هنا وبتشوف الجروح اللي على وش كوجدو بتلتئم بسرعة كأنها مش موجودة. ولما بيحاول كوجدو يقرب منها علشان يشرح لها بتترعب منه جول وبتبعد عنه وبتقوله إنه مش بشر. فبيقول لها كوجدو إنه فعلا مش بشر وإن كوجدو إله الموت. وبتفتكر جول كل مرة كوجدو قال لها فيها إنه مش بشر وبتكون فاكراه بيهزر. فبتتعصب جول وبتقوله إنه خدعها لما ما قالهاش حقيقته وسابها تقرر. وبتعرف كمان إنه فعلا القاتل المتسلسل اللي قتل كل الضحايا. ووقتها بتقول جول إنها بقت بتخاف منه وبتسيبه وبتمشي. وبيرجع كوجدو البيت وهو حزين وحس إنه فقد جول. والأول مرة كوجدو بيعيط من آلاف السنين. وعند جول بتكون هي كمان منهارة وبتلاقي أخوها بيدخل الأوضة بعد ما بيكون قدر يهرب من اللي خاطفينه. فبتحضر له جول الأكل وبتطمن عليه. فبيكون كل تفكيره إزاي كوجدو وجول ما تصابوش من القنبلة. وتاني يوم بتروح جول المعبد وبيكون كوجدو بيراقبها فبتقابله هناك وبتديله خاتم خطوبتهم. لكن كوجدو بيقول لها إنه كان خايف يقول لها الحقيقة علشان ما تسيبهوش وبيوعدها إنه هيحاول
بيحاول يبقى إنسان طبيعي مهما كلفه الثمن، وبيسيب الخاتم معاها. وبتقعد جول أيام مستنية اتصال كوكدو ويقول لها فيه إنه بقى إنسان طبيعي، لحد ما في يوم بيتصل بيها وبيقول لها تقابلوا في المطعم. ولما بيتقابلوا بيقول لها إن الشرطة هتستدعيه للإفادة، وبيطلب منها إنها ما تقولش أي حاجة عن اختفائهم. فبتفاجئ جول بسؤالها لما بتسأله عن سبب لعنته إنه يتحول كوكدو، فبيقول لها إنه حب وما وفاش بوعده عشان كده اتلعن. وبتحس جول إنها بتفتكر حاجات قديمة، فبتسأله لو كانت حبيبته اسمها سول. فبيتفاجئ كوكدو إنها افتكرت، لكن جول بتنفي إنها افتكرت وبتقول إنه هو اللي نادى عليها بسول في مرة. وبيروحوا الاتنين للشهادة، لكنهم بيتفاجئوا بإن المكان كان فيه كاميرات مراقبة. فبيخاف كوكدو ألا سره يتكشف، لكن بيبان إن التسجيل مقصوص. وبيعرف كوكدو إن تشول هو اللي قص التسجيل بعد ما شافه واتأكد إنه كوكدو مش بشري. فبيعترف له كوكدو إنه فعلا مش بشري، وبيعرض عليه إنهم يساعدوا بعض في إنهم يوقعوا مدير المستشفى. فبيوافق. وبيكتشف كوكدو إنه دونج أخوه مصاب بسرطان، وإن اسمه من ضمن القائمة اللي اتجرب عليها أدوية المستشفى الجديدة واللي تسببت في الموت لكل القائمة إلا هو. وعشان كده بيكون خطر على المستشفى لأنه عارف حقيقة الدواء الخطير. وبيقدر كوكدو يوصل لتشونج اللي أول ما بيشوف كوكدو بيخاف وبيطلع سكينة وبيطعنه، لكن كوكدو بيكون عارف إن الجرح هيلتئم بسرعة. وبيخنق تشونج وبيسأله لو الاسم المستعار اللي في القائمة هو دونج، فبيعترف إنه هو. وبيسيبه كوكدو للشرطة زي ما اتفق مع تشول. وبيرجع للبيت، والأول مرة الجرح مش بيلتئم، وبيحس كوكدو بألم. وبعدها بيتصل بجول وبيتقابلوا، وبيطلب منها إنها تديه الإذن يشوف حياتها القديمة علشان يقدر يحميها. فبتوافق. ولما بيشوفها كوكدو بيعرف إن سول قتلت جوزها وبعدها انتحرت. وبيتصدم أكتر لما بيعرف إن جوزها يبقى مدير المستشفى. وبتروح جول مع تشول تتعرف على تشونج، وفعلا بتتعرف عليه، ولكنها بتحس إنها افتكرته في حياتها القديمة. وبتشوف جول خاتمها اتشرخ، فبتروح تصلحه. وهناك بتشوف دبوس شعرها في حياتها القديمة. وقتها بتفتكر كل حاجة من أول حبها لكوكدو لوقت ما قتلت جوزها وانتحرت. فبتطلب تشوف كوكدو، وأول ما بتشوفه بتحضنه وبتسأله لو كان هيفرح لو عرف إن سول رجعت من تاني. فبيقول لها إنه مش هيكون سعيد، وده لأن سول نهايتها تعيسة وإنه مش عايزها تعيش نفس النهاية تاني. فبتخبي عليه جول إنها افتكرت كل ماضيها. وبتيجي يوم محاكمة مدير المستشفى بعد ما بيلاقوا شهادة ضده، ولكن الشهادة بتغير أقوالها في المحكمة وبتقول إن أوكشين هو اللي أجبرها تشهد زور. وبتتأجل المحاكمة، وبيروح دونج يقول لكوكدو إنه هيشهد في المحكمة لأنه من الناس اللي اتأذت من العلاج. وبيكون كوكدو خايف على دونج، لكن دونج بيصمم إنه لازم ينتقم من مدير المستشفى. وبيروح كوكدو يتكلم مع جول وهو حزين، وفجأة بيحس بألم في صدره، وبيكون الجرح مش عايز يلتئم. وبتستغرب جول إنه مجروح لأنها آخر مرة شافت جروحه بتختفي. فبيقول لها كوكدو إنه شكله بيتحول لإنسان فعلا زي ما كانت عايزة، لكنه وقتها هيموت، وده لأنه ما تبقاش ليه على الأرض غير يومين بس. وبيشوف كوكدو دبوس شعر سول في مكتب جول، فبيخبيه منها. وبيروح كوكدو مع دونج علشان يعملوا الفحوصات اللي تأكد إن دونج اتأثر بالآثار الجانبية لعلاج المستشفى. وبيشوف كوكدو لافتة كبيرة هتقع على طفل، فبيستخدم قوته السحرية وبيتحرك بالطفل بسرعة بعيد عنها. وبيستغل مجرم من رجالة المدير بعد كوكدو، وبيطعن دونج بطعنة قاتلة. بسببها بيدخل دونج العمليات، وبتكون حالته خطر جدا. وقتها بيتوعد كوكدو إنه هيقتل المدير بنفسه، وبيحس بالألم في صدره والمرة دي بيزيد. ولما بيرجع البيت بتترجى جاكشين إنه يرجع بكرة بإرادته للعالم السفلي، ولكنه بيرفض. عشان كده بتستعين بجول وبتترجاها تؤمر كوكدو إنه يرجع للعالم السفلي لأنه بيسمع كلامها بشكل لا إرادي، وإلا هيموت ومش هيرجع تاني. وقتها بتخاف جول إنها تخسر كوكدو للأبد. أما كوكدو فبيكون عنده خطة تانية، وهي إنه يحمي سول من قدرها إنها تموت تاني، وده مش هيحصل غير لما يتقتل هو بنفس الدبوس اللي ماتت بيه. وبيقول لتشول على خطته، لكنه بيحذره إنه يقول لجول، وبيطلب منه إنه يهتم بيها بعد ما يموت. وبعدها بيروح لجول وبيقول لها إنه قضى معاها أحسن وقت قضاه من 1000 سنة، لكنهم لازم ينفصلوا. وبتشوف جول إن ده أنسب حل علشان يرجع للعالم السفلي من تاني، فبتوافق. ولكن بتطلب منه إنهم يعملوا حفل زفاف بسيط زي ما تمنت سول. وفعلا بتلبس جول فستان فرح بسيط، وبيقضوا طول الليل وقت ممتع خلقوا بيه ذكريات مستحيل ينسوها. وتاني يوم بيروح كوكدو لمدير المستشفى علشان
علشان ينفذ خطته. ولما بتعرف جول إنه راح لمدير المستشفى بتبقى متأكدة إنه هيكون في خطر، فبتجري تروح له. في الوقت ده بيكون كوكدو بيتخانق مع مدير المستشفى وبيقع الدبوس من جيبه كأنه وقع بالغلط، وفعلا بيشوفوا المدير وبياخدوا يطعنوا في صدر كوكدو، واللي بيكون اتأكد إن لعنة سول اتفكت وإنه كمان اتخلص من المدير لأنه بقى متهم في جريمة قتل. ولما بتوصل الساعة 9:09 بيقع كوكدو على الأرض وهو بينزف، وبتدخل جول بتلاقيه ميت، فبتصرخ وبتنادي بهيون واللي هو اسمه الحقيقي علشان يفوق، وبتاخد الدبوس وبتكون هتقتل بيه المدير، لكن بتسمع حركة ناحية كوكدو. وفي الوقت ده بيكون كوكدو ماشي في الممر اللي هينقله للعالم السفلي، وبيسمع صوت جول وهي بتناديه باسمه الحقيقي، فبينفذ طلبها وبيرجع للحياة. وبينتقل كوكدو للمستشفى وبيقبض تشول على المدير، وبتفضل جول قاعدة طول الليل جنب كوكدو. ولما بيطلع النهار بتلاقيه فاق وبقى طبيعي وبيناديها باسم سول، اسمها الحقيقي من 1000 سنة. وبعد ما بيرجعوا البيت بياخدها كوكدو الفسحة بيستخدم فيها قوته علشان يسافروا لإيطاليا، وهناك بيقضوا وقت ممتع سوا. لكن بيبان على كوكدو إنه تعبان جدا وبيحاول يخبي على جول اللي بتسأله إزاي رجع للحياة، فبيقول لها لأنه سمعها بتناديه باسمه الحقيقي، وإن أمنيته كانت إن حد يتعرف عليه، وعشان أمنيته اتحققت مقدرش يرفض طلبها إنه يرجع للحياة. ولما بيرجعوا للبيت بيبان إن حالة كوكدو بتسوء وإنه بدأ يسمع الأصوات من تاني وبشكل أقوى، وبيكون تشول بيتدرب إزاي يقول لأخته إنه مرتبط بجيونج، خاصة إنه عارف المشاكل اللي بينهم. وبتسمعه جول فبتسأله عن البنت اللي بيحبها، وبتتصدم لما بتعرف إنها جيونج، وبتقوله إنها مش موافقة على ارتباطهم لأنها خاينة وأكيد هتخونه زي ما خانتها. وبيخرجوا بيشوفوا جيونج اللي وصلت للبيت وهي سكرانة، وبتتأسف لجول على اللي عملته معاها زمان، ولكن جول مش بتقبل أسفها وبتتخانق معاها وبتضربها. وبترجع جول للبيت وبتتكلم مع كوكدو اللي بيطلب منها إنها تعترف له بحبها علشان يتخلص من الصوت اللي بيسمعه، لكن جول بتكون حاسة إن اعترافها بحبها هيموت كوكدو لأن لعنته هتكون اتفكت، فبترفض. وبالليل بيروح كوكدو لتشونج المستشفى بعد ما بيكون المدير حاول يقتله لكنه فشل، وبيهدده كوكدو إنه يعترف بكل جرايم المدير وإلا هيقتله بنفسه. ولما بيرجع البيت بتكون حالته ساءت أكتر، وبيحاول مساعدينه إنهم يمنعوه يخرج ويقتل حد، لكن قوته بتبقى أقوى منهم لحد ما بتيجي جول وهي كمان ما بتقدرش تسيطر عليه لأن جسمه ما بقاش ينفذ أوامرها، لدرجة إنه بيخانقها ومش بيميز إنها حبيبته. وقتها بتناديه باسمه الحقيقي فبيهدى لحد ما بيغمى عليه. وبتعرف جول إن حالة كوكدو سيئة وبتسوء أكتر، وبتتوسل لها جيكشين إنها تخلص كوكدو من اللي بيحس بيه لأنها بتشوف كوكدو كل عيلتها وبتكون مش عايزة تخسره. وبتعرف جونج إن أبوها في المستشفى وإنه كان السبب في خطف تشول وحاول يقتل جول، علشان كده بتتسلل من غير ما تقول تشول وبتمشي. وبتروح جول تصلي علشان حالة كوكدو تتحسن، لكن بتلاقي كوكدو قدامها وبيقول لها إن حالته مفيش أمل منها، ويا إما يعيش مع الأصوات اللي مش بيقدر يمنعها ويقتل، أو يرجع للعالم السفلي. ولكن روحه ترتاح بعد اعتراف جول بحبها، فبتقول له جول إن أكيد في حل تاني برغم إنها بتكون عارفة إن مفيش أي حل. وفجأة بيبدأ كوكدو يسمع الأصوات، ولكن المرة دي بشكل أقوى لدرجة إنه بيكون هيتحول، وبيزق جول من قدامه وبيمشي علشان ينفذ الأصوات اللي بيسمعها ويقتل. وقبل ما يخرج من البيت بتصرخ جول وبتعترف بحبها. وقتها بيهدى كوكدو وبتعيط جول بانهيار لأنها بتكون عارفة إن دي النهاية، فبيشكرها كوكدو بيقول لها إنهم أكيد هيتقابلوا تاني بعد سنين أو حتى في الآخرة، وبيودعها وبيمشي وبيسيبها منهارة. وبيروح بعدها يودع مساعدينه، والأول مرة بيعترف لهم بحبه ليهم وإنهم كانوا عيلته الوحيدة، وبيطلب منهم إنهم يهتموا بجول بعد ما يمشي، وبيحضنوه الاتنين وهم منهارين. بعدها بيروح كوكدو يزور دونج في المستشفى وبيودعه وهو بيتمنى إنه يتحسن. وبيختفي كوكدو وبتعيش جول أيام تعيسة بعد اختفائه، وكل يوم كانت بتكتب اسمه بالساعات وبتنادي عليه لكن ما كانش بيوصل لها أي رد. وفي يوم بيجيلها طفل البيت وبيديها وردة وبيقول لها إن في شخص وسيم هو اللي قاله يبعتها لها كل يوم، وبتعرف إنها من كوكدو لكنها بترفض ترعاها وبتقول إنها بتقتل كل الحاجات اللي بتحبها لدرجة إنها قتلت كوكدو نفسه. لكن الطفل بيجيلها تاني وبيقول لها إن كوكدو طلب منه يوصل لها وردة كل يوم على مدار 5 سنين. وبيجي يوم محاكمة مدير المستشفى وبيعترف تشينج على كل جرايمه، فبيتحكم عليه بالإعدام. وبيترقى تشول لأنه كان السبب في القبض عليه،
وبتهنيه أخته بالترقية وبتسأله لو عرف يوصل لجونج، فبيقول لها إنها مش بترد على اتصالاته. وفجأة بتتبعت رسالة لتشول من جونج وبتطلب منه يعيشوا سوا، فبيجري تشول للبيت يحضر العشاء، وبالليل بيتقابلوا وبتحكي له جونج لأول مرة عن أهلها وإن أبوها قتل أمها وهي اللي بلغت عنه ودخل السجن. فبيقول لها تشول إنه مش مهتم بماضيها، فبتعترف له إن أبوها يبقى تشونج الشخص اللي خطفه وحاول يقتل أخته. وبرغم صدمة تشول إلا إنه بيقول لها إنه ما همهوش عيلتها أو ماضيها، ولكن جونج مش بتكون مقتنعة وبتقول لتشول برغم إنها بتحبه إلا إنهم مش هيقدروا يكملوا سوا ولازم ينفصلوا، وبتسيبه بعد ما بتتأسف له وبتمشي. وبتبدأ جول تستعيد طاقتها وبتقرر إنها تشغل المستشفى الخاصة بيها في العلاج مجانا، وبتطلب من كل اللي بتعالجهم إنهم يدعوا لكوكدو. وفعلا بيعدي ال5 سنين وجول بتشتغل في المستشفى بكل جهد وبتعتني بالورد اللي بيوصل لها كل يوم. وفي يوم بيتقابل تشول مع جونج بعد سنين وبيبان إن الاتنين لسه بيحبوا بعض. وبتعرف جونج إن تشول كان بيطبخ الأكل اللي بتحبه وبيبيعه في السوبر ماركت علشان تشتري منه. وقتها بتروح له البيت علشان تتخانق معاه، لكن شول بيقول لها إنه ما قدرش ينساها وإنه بيتمنى إنهم ياخدوا فرصة جديدة. فبتتأثر تشونج لأنها بتكون هي كمان لسه بتحبه وبتوافق، وبيجي ميعاد فرحهم وبتكون جول مبسوطة جدا. وبتكتشف في نفس اليوم إن الورد اللي كانت بتعتني بيه من 5 سنين بدأ يفتح. وبعد الفرح بتودع أخوها وتشونج وهي مبسوطة، وبتروح تقعد في المعبد وبتتكلم مع كوكدو وبتقوله إنها بقت مبسوطة زي ما طلب منها، وإنها برغم إنها مبسوطة لسه مفتقداه ومش قادرة تتخطى غيابه وبتتمنى لو يرجع. وفجأة بتلاقي الباب وراها بيتفتح وبيظهر كوكدو، وبتكون جول مصدومة إن كوكدو رجع تاني بعد 5 سنين وإنه واقف قدامها، لدرجة إنها بتفكر إنه حلم، لكن كوكدو بيأكد لها إنه حقيقة. وبترجع معاه للبيت وبتكون صدمة مساعدينه مش أقل من صدمة جول، والكل بيفرح إن كوكدو أخيرا رجع من تاني. وبتسأله جول عن اللي حصل معاه في ال5 سنين، وبتعرف إنه بدأ يسمع دعوات من ناس كتير بدل الأصوات المخيفة اللي كان بيسمعها، لحد ما بيسمعها وهي بتقول إنها مفتقداه، وبيلاقي نفسه قدر يرجع للعالم من تاني، ولكن المرة دي كإنسان طبيعي. وبتعدي الأيام كلها سعادة بسبب رجوع كوكدو، لحد ما في يوم بتكتشف جول إن كوكدو لسه روح وما بقاش إنسان طبيعي، وإنه لسه بيختفي بطريقته الغريبة. ولما بتطارده بتعرف إنه بيساعد أخوها في القبض على المجرمين من غير ما يقتل حد، وبيعترف لها إنه خاف يقول لها الحقيقة لأنها ممكن تحبط، لكن جول بتقوله إنها مبسوطة وده لأنه مميز، وإنها مش متضايقة إنه ما بقاش بشري طبيعي. ولما بتسأله عن الوقت اللي ممكن يختفي فيه تاني بيقول لها كوكدو إنه مش هيختفي أبدا، وإنه هيعيش معاها لحد ما يموتوا سوا ويرجعوا يقابلوا بعض تاني في حياة جديدة ويعيشوا نفس قصة الحب من غير ما يتفرقوا. وهنا بينتهي المسلسل، ولو عايزين تعرفوا تفاصيل أكتر تقدروا تشوفوا الجزء الأول الموجود على القناة، ولينك الجزء الأول في وصف الفيديو. سلام.